مصحف من العصر المملوكي وستارة المسجد النبوي من العهد العثماني من 125 سنة. صحيح البخاري من 600 سنة. والرسومات هذه تحفة، تخيلوا إنها مرسومة من عظام الحيوان من قبل 200 سنة. ولو تلاحظوا فهذه المرسومة في عليها النخل، هذا يدل على إنه المسجد النبوي قديما كان في نخيل داخل الحرم. كل هذا في متحف ذات نخل. سمي المتحف بهذا الاسم لرؤيا رآها عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، قل فيها إني رأيت دار هجرتكم أو رؤيت كما قيل ذات نخيل بين لابتين أي بين حرتين. وتخيلوا إن الستارة هذه موجودة على باب المسجد النبوي وتحديدا باب التوبة، تخيلوا من عام 1321 في العهد العثماني. وانا كنت في قمه استمتاعي، في تحف وتفاصيل كثير، وانا حاولت اصور لكم على قد ما اقدر. لك أن تتخيل يا أسامة أن هذه أقول لك. الستارة كانت موجودة داخل الحجرة النبوية الشريفة قبل تقريبا 600 سنة. في مصحف الأصل من العصر المملوكي، تخيلوا إنه مكتوب على جلد المكبوس وألوان مائية معتمدة على الورق، ويقال إنه في كمان أجزاء من الذهب. طبعا يا أسامة هنا موجود أول سوق حر عبر التاريخ. عبر التاريخ. واول سوق حر في التاريخ. التاريخي وضعه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جنوب غرب المسجد النبوي الشريف، ويسمى بسوق المناخ. طبعا كان يباع فيه جميع الحاجات، ويباع أيضا فيه التمر بكثرة. الله، شوف هذا كتاب لصحيح البخاري الجزء الثالث، تخيلوا إنه من عام 256 وإحنا دحين عام كم؟ 1446. شوفوا كم سنة له. هذه صورة نادرة للملك عبد العزيز طيب الله ثراه في مجلسه الأساسي، وحتلاحظوا فيه رمز السيفين والنخلة، وتحديدا عن النخل، وهي هوية وطنية ورمز الفخر والاعتزاز. وبعد ما خلصنا إحنا من النخيل قديما حندخل دحين على النخيل في المستقبل ورؤيته في 2030. صحيح. نحن المتحف زي ما أخذنا التاريخ أخذنا الحاضر وأخذنا المستقبل. حلو. رؤية المملكة 2030 تهتم بالمنتجات الزراعية بشكل كبير، من ضمنها طبعا النخيل. أوكي. فبالتالي قامت عدة شركات مختصة في هذا المجال، من ضمنها وأشهرها تراث المدينة، وطلعت منتجات تحويلية تستخدم النخيل لعرض منتجات مختلفة، مثل شركة ميلاف، وعندنا نواة وخلافه. في متحف ذات نخل.